إذا عدنا لكم مشاهدينا الكرام دائما بخصوص الجريمة اللي هزت مدينة الدار البيضاء قبل قليل. من بعد ما رجال الأمن ورجال الوقاية المدنية كانوا تلقاو نداء بأن داخل واحد المنزل كتنبعث رائحة غاز البوتان. حضروا رجال الامن ورجال الوقايه المدنيه العجل وحاولوا انهم يفتحوا المنزل، اذا بهم كيتفاجئوا بواحد الشخص كيرمي براسو. كلنا تفاجئنا به، شخص كيرمي براسو من الطابق الثالث فوق واحد السياره. تم النقل ديالو على عجل وسط سياره الاسعاف التابعه بجهاز الوقايه المدنيه. حلوا الباب دخلوا كيتفاجئوا بجوج ديال الجثث داخل المنزل كيتواجد في الطابق الثالث من هذه العماره السكنيه بمنطقه عين السبع العين المحمدي. هذه الجثث ديال الام ديال هذا الشخص والزوجه ديالو. شنو السبب اللي خلاو انه يقتل الام ديالو ويقتل الزوجه ديالو ويحول هذا العماره او هذا المنزل السكني هذه العماره الى مسرح لابشع جريمه تهز مدينه الدار البيضاء؟ ربما كتوقع وهي غير مقبوله وغير منطقيه وغير قانونيه، لان الشخص كيدخل في نزاع مع الزوجه ديالو كتطور الامور الى ضرب وجرح، ما كتوصلش لحد القتل لا، ولكن باش تقتل الزوجه ديالك وتقتل الام ديالك. شنو هو السبب اللي خلى هذا السيد انه يرتكب هذه الجريمه الشنعاء هنا بمنطقه عين السبع العين المحمدي، ويقتل الزوجه ديالو ويقتل الام ديالو، يعني الام ديالو والزوجه ديالو؟ شنو العلاقه اللي كتربطهم؟ علاش قتلهم بجوج؟ واش وحده بغات تبلغ من بعد ما قتل الاخرى؟ شنو دار؟ اكيد اسئله وغيرها غادي يطرحوها المحققين على المتهم اللي تم النقل ديالو الى المستشفى من اجل معرفه الاسباب الحقيقيه ديال هذه الجريمه الشنعاء التي هزت مدينه الدار البيضاء. إذا المسؤولين الأمنيين كيحضروا المكان ديال الجريمة، المسرح الجريمة داخل هذا العمارة السكنية. الشخص تم النقل ديالو الى المستشفى، واكيد غادي يكون توضع تحت حراسه امنيه لمعرفه الاسباب اللي خلاته يرتكب هذه الجريمه الشنعاء. شوفوا الاستنفار الكبير اللي واقع في هذه الاثناء، العدد الكبير ديال رجال الامن ورجال الوقايه المدنيه اللي حاضرين الى المكان. نتوما كتشوفوا حتى رئيس الشرطه القضائيه شخصيا كيحضر في هذه الاثناء المكان ديال الجريمه. المسؤولين الامنيين بمنطقه الحي المحمدي عين السبع كلهم حاضرين في هذه الاثناء في المكان ديال الجريمه او مسرح الجريمه هنا بمنطقه عين السبع الحي المحمدي. بالنسبه للناس اللي التحقوا بنا في هذا المباشر، جريمه قتل ديال ام ديال واحد الشخص والزوجه ديالو تهز مدينه الدار البيضاء. هذا الشخص اللي رمى براسو من الطابق الثالث فوق واحد السياره من بعد ما دخلوا رجال الامن ورجال الوقايه المدنيه من اجل فتح الباب ومعرفه ما يقع داخل واحد المنزل اللي تلقاو من اجله نداء استغاثه بان واحد المنزل كتنبعث منه رائحه ديال الغاز ديال البوتان. اذا بهم منين فتحوا الباب كيتفاجئوا بان كاين واحد الشخص اللي شافهم تلاح من الطابق الثالث فوق واحد السياره. تم النقل ديالو للمستشفى وكيكتشفوا الصدمه الكبيره اللي هي جوج ديال الجثث ديال
اللي كاينين داخل المنزل، الام ديال هذاك الشخص والزوجه ديالو. علاش قتلهم؟ شنو الاسباب اللي خلاتو يقتلهم؟ اكيد هذه الاسئله غادي يطرحوها المحققين التابعين لمصلحه الشرطه القضائيه بمنطقه عين السبع الحي المحمدي. على الشخص اللي تم النقل ديالو للمستشفى. مرة أخرى نشكركم مشاهدينا الكرام، أكيد غادي نوافيكم بجديد هذا الجريمة النكراء التي هزت مدينة الدار البيضاء. شخص قتل مرته وامه داخل العمارة، من بعد ما اتصل برجال الوقاية المدني كيقول لهم بأنني بغيت نفتح المحل ديال الدار، مرتي ما كتجاوبنيش، ما عندي الساروت، كنشم ريحة الغاز، على أساس أنه يموه ربما رجال الأمن او المحققين التابعين للشرطه القضائيه بمنطقه عين السبع الحي المحمدي على ان اساس توفوا بالغاز، الا انه ما قدرش يصمد ورمى براسو من الطابق الثالث قبل ما يدخلوا للمنزل. مجرد وصولهم رمى براسو من الطابق الثالث في واحد السياره، وعلى الفور تم النقل ديالو للمستشفى وتوضع تحت الحراسه النظريه او تحت حراسه امنيه. وفي هذا الاثناء وصلوا عدد من رجال الامن كيترأسهم او يتقدمهم رئيس مصلحه الشرطه القضائيه والعميد المركزي للمنطقه الامنيه عين السبع الحي المحمدي. شكرا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعه، واكيد غادي نلتقيو في مباشر. قبل ما نأتيو على نهاية هذا المباشر، لحظة وصول في هذا الأثناء لحظة وصول رئيس المنطقة الأمنية عين السبع الحي المحمدي إلى مسرح الجريمة. رئيس المنطقة الأمنية عين السبع الحي المحمدي يصل في هذا الأثناء إلى مسرح الجريمة بمنطقة عين السبع الحي المحمدي.